اخيرا بعد طول انتظار هنتكلم النهارده عن اسعار الموتوسيكلات. معظم اسعار الموتوسيكلات اللي موجوده في السوق المصري بعد ما الاسعار استقرت شويه، مش هنقول الاسعار نزلت، احنا مش عايزين نوفر في الكلام، هي الاسعار استقرت الفتره الاخيره، وبالعكس ان في كلام الفتره اللي جايه ان الاسعار هتغلى شويه. النهارده ما شاء الله احنا في مستودع موتوسيكلات في معرض مكه، هنتكلم واحده واحده كده عن الموتوسيكلات من اول 150 سي سي لغايه 350 سي سي، من الارخص للاغلى بقى او من الاغلى للارخص. خلينا كده ماشيين بالحب. فناخد التليفون دلوقتي ونتكلم عن كل موتوسيكل لوحده واحده واحده. ايه الاخبار يا شباب؟ خلينا نخش في الموضوع على طول، نتكلم عن الموتوسيكلات اللي قدامنا. نبدا باول حاجه وحش الموتوسيكلات في مصر حرفيا دلوقتي، وهو الزونتس تي 350. الموتوسيكل اللي قدامنا ده موتوسيكل كسر زيرو، موجود منه الزيرو هناك. ده الموتوسيكل الزيرو سعره نازل دلوقتي عامل 185,000 جنيه تقريبا بدل من 189,000. المفروض ان في خصم عليه يعني. خش بعد كده على التريلات، في فيجوري كي تي اكس 250 وفي فيجوري كي تي اكس 200. ايه الفرق ما بينهم؟ فرق ان ده 250 ده 200، وكمان المساعد ده مساعد مقلوب وحجمه كبير شويه، نازل بالكفرات دي شكلها شياكه الصراحه. وهنا مساعد عادي جدا نازل بالكفر ده بس من فوق عامل زي السوسته كده. طبعا ده ميزته ان هو يوفر لك شويه في البنزين، ده ميزته ان هو المساعدين المقلوبه بتاعته كويسه وهيديك اداء قوي على الطريق. ال 250 سعره 55,500 ونص، وال 200 سي سي سعره عامل 52,000 جنيه. بعد كده نخش بقى على الهيونداي يانج ار اس 250، اكتر موتوسيكل عمل جدل في السوق المصري. ان شاء الله برضه هنحاول نعمله تجربه كده الفتره اللي جايه، بس هو حاليا عموما سعره 73,500. طيب لو انت دلوقتي واحد عايز تشتري موتوسيكل او قررت انت تاخد قرار انت تشتري موتوسيكل، لو انت جيت هنا في معرض مكه وقلت له انك من طرف معاذ هتاخد خصم 500 جنيه على اي موتوسيكل هتاخده. بعد كده بقى عندنا الداين ال 200 ار، من الموتوسيكلات الشياكه شويه، ولكن في الاخر هو موتوسيكل 200 سي سي بامكانيات عاديه جدا عليه، بس الفبر ده بيديك شكل مختلف شويه، سعره عامل 68,500. بعد كده بقى نروح الموتوسيكل من اكتر الموتوسيكلات اللي محققه مبيعات، الهوجن ال 250 وهوجن اف 250. بس الموتوسيكل ده موديل 2023 في بعض المميزات عن الموديل اللي قبليه، وهي ان علبه الشكمان هنا متغيره بتطلع صوت حلو الصراحه، والمساعدين الغاز ده تعديل قوي جدا في الموتوسيكل ده نزل في موديل 23. وفي تعديل بقى كمان ان الفرامل الخلفيه نازله باكم، ال 250 كانت بتنزل بفرامل تيل، فدول ثلاث تعديلات قويه جدا نزلت في الموتوسيكل ده. الموتوسيكل ده سعره 55,000 جنيه. بعد كده عندنا الفيجوري ال 250 الكي، الموتوسيكل ده انا بعتبره فيجوري كي تي ام مش كي بقى، لان هو واخد شكل موتوسيكلات الكي تي ام بالشاسيه بتاعه والفبر بتاعه والفانوس بتاعه. المهم مش عايزين نخش في تفاصيل قوي. الموتوسيكل ده سعره عامل 60,000 جنيه، 250 سي سي، نازل بفرامل باكم امامي وخلفي، مساعدين كويسه، بعض الامكانيات الكويسه في الموتوسيكل دوت، يعني زي موتوسيكلات الصين نازل معاه في نفس الفئه. عموما هتلاقيني عامل مراجعه عنه في القناه، تقدر تخش تشوفها مراجعه تفصيليه بتبرز كل الامكانيات اللي فيه. بعد كده عندنا الهوجن اف 250، حرفيا اشهر موتوسيكل صيني نزل في اخر 3 4 سنين اللي فاتوا دول. هوجن اف 250 برضه نفس التعديل، في علبه الشكمان متعدله، في مساعدين الغاز، لكن الفرامل هي كده كانت بتنزل فيه من الاول فرامل باك. طيب الهوجن اف 250 سعره حاليا 65,000 جنيه. الصراحه مش عارف ليه ده ب 65 والهوجن ال 250 ب 55. هل في فرق كبير ما بينهم؟ انا بالنسبه لي مش شايف ان في فرق كبير غير شكل الفبر او شكل الموتوسيكل نفسه، غير كده انا بعتبر الاثنين واحد بالنسبه لي. طيب نيجي بقى نكمل هنا للزونتس جي 1 155 سي سي. اللي قدامنا ده مش زيرو، طيب اللي قدامنا ده كسر زيرو، ماشي عدى 200 كيلو بالظبط، يعني حرفيا كانه زيرو، يعني سعره عامل 95,000 جنيه. فده بالنسبه لي انا شايفه حاجه نقطه، لو انت ناوي تشتري حاجه زيرو ممكن تيجي تاخد ده من المعرض، حاجه كويسه. طيب بعد كده عندنا الداين اس تي اس 400 سي سي، كنا عاملين عنه مراجعه برده، ممكن نبقى نعمل عنه مراجعه تاني قلت لي تحت في التعليقات، بس عموما سعره عامل 160,000 بدل من 165,000 جنيه، يعني عليه خصم 5,000 جنيه. طيب نرجع كده تاني نشوف الموتوسيكلات دي، بعد كده نكمل قدام. هناك في كي واي سوبر لايت، حاجه جامده جدا، بس هنروح لها دلوقتي لما نخلص الموتوسيكلات دي طبعا هوندا يانج ار اس 250 بس اللون الاسود. وفي هنا الهوجن في 250 سعرها عامل 54,000 جنيه. بعد كده في بنيلي في ال ار 150 سي سي العاديه، وفي بنيلي في ال ار سوبر سبورت 200 سي سي. ال 150 سي سي عادي جدا، نازل بفرامل خلفيه تيل، فرامل اماميه باكم، سعره عامل 54,000 جنيه. سوبر سبورت 200 سي سي سعره عامل 60,000 جنيه. بعد كده الفيجوري في ال ام، ده بنيلي في ال ار، ده فيجوري في ال ار، سعره ارخص شويه، بينزل بكل حاجه بتاعت البنيلي بالشكل والفبر والامكانيات وكل حاجه، بس طبعا من شركه فيجوري، بينزل بسربنتيه زيت و200 سي سي، بينزل بفرامل باكم امامي وفرامل باكم خلفي. الحاجات المميزه جدا الصراحه في الشغل، وسعره عامل 53,000 جنيه. نروح بعد كده بقى للفيجوري في ار 200 بي. انا عارف ان فيجوري نازل باسامي كتير وموديلات كتير، بس المهم يعني اللي قدامنا ده اتكلمنا عنه قبل كده، المراجعه بتاعته موجوده على القناه، سعره عامل 57,000 جنيه. نازل مساعدين كتراه كويس، فرامل امامي باكم، فرامل خلفي باكم، 200 سي سي، موتوسيكل كويس شبابي، شكله كويس. تعالى بقى قبل ما نروح الموتوسيكلات الاقتصاديه وبتاعه الشغل والحاجات دي، نتكلم عن الكي واي سوبر لايت اللي قدامنا دي. هي طبعا مش زيرو علشان بس نبقى فاهمين، السوبر لايت اللي قدامنا دي الصراحه متروق عليها تعديل مقابض كروزر،
حمل موبايل عالي، يعني متركب لها فوجات، الحاله بتاعت الفيبر نظيفه جدا ما شاء الله. ناس كتير الصراحه بتسال على الموتوسيكل ده هل هو هينزل امتى ومش هينزل امتى، فقدامنا هنا حاله كسر زيرو ماشي عداد 3000 كيلو، في رخصه 3 سنين تقريبا، سعره عامل 75000 جنيه تقريبا. هنا برده مركب لها لمبه ليد بدل اللمبه اللي كانت فيه. نروح بقى لموتوسيكلات الشغل والشقه والموتوسيكلات البهدله كلها. نبدا من اول فيجوري 26، فيجوري 26 ال 200 سي سي، بس الموديل ده الجديد اللي نازل بالبصمه، لو انت المفتاح في ايدك بتدوس هنا تقدر الموتوسيكل عادي جدا ويدور معاك وتتحرك بيه. ده 200 سي سي مش 150، سعره عام 43000 ونص. والصراحه انا بالنسبه لي من افضل الموتوسيكلات للشغل، فيه امكانيات قويه جدا مقارنه بسعر البوكسر. البوكسر اللي هنتكلم عليه دلوقتي 150 سي سي، موتوسيكل اشهر من نار على العالم برده، مش محتاجين ان احنا نتكلم عن امكانياته كتير قوي، بسعره عامل 55000 جنيه. طيب دول كام منافسين لبعض؟ المنافس الثالث ليهم بنفس الشكل برده هو التي في اس اتش ال اكس 150 سي سي، سعره عامل 51000 جنيه. فثلاث منافسين قدامنا قصاد بعض اهم، فيجوري، بوكسر، تي في اس. فرق الاسعار ما بينهم كبير جدا، تستحيل ان انت تفكر كويس قبل ما تشتري اي حاجه منهم. فلو حابين نعمل مقارنه بين الثلاثه، يعني دي فكره فيديو جامده جدا الصراحه، ممكن تقول عليها تحت في التعليقات. اخيرا بقى نتكلم عن الهوجن 4 والداين 4، او الداين 4 والهوجن 4، الاثنين يعتبر بالنسبه لي واحد الصراحه. الهوجن 4 عامل 37000 ونص، برضو الهوجن 4. واخيرا الهوجن 3 سعره عامل 36000 ونص. وكده تقريبا نكون غطينا تقريبا 80% من الموتوسيكلات الموجوده في السوق المصري. يا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو، ونتمنى الاسعار تنزل الفتره اللي جايه، والله يكون في عون الجميع. يا رب تركب احسن موتوسيكل انت تتمناه، وانا اجيب موتوسيكل اللي انا اتمناه. اللايك بتاعك، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.